من فترة كنت جايب السلك اللي هو سلك الشبابيك ده، كنت بغير سلك الشباك واتبقى حتة كده، قلت ايه ان انا اعمل بقى فكرة جميلة جدا. والسلك اللي قدامنا ده يا جماعة اسمه سلك 2 ملي. السلك ده بيكون موجود في محلات الدهانات، بيتباع برضه وسعره مش غالي، ممكن تجيب بالكيلو. ولو مش متاح ممكن تجيب اللي هو المنشر بتاع الغسيل برضه، وتبدأ ان انت تعدله ويكون بنفس الشكل ده. وطبعا بتجمعهم في بعض بنفس الطريقة دي بسلك الرباط. تعالوا نشوفوا هنعمل بيه ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلوا على حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا يا رب العالمين. اول خطوة جبت الحديد وابتديت ان انا اجمع كل اتنين في بعض بسلك الرباط، وبعد كده جبت اللي هو السلك بتاع الشبابيك وابتديت ان انا اغلفه بيه بنفس الطريقة دي برضو باستخدام سلك الرباط. سلك الرباط ده مهم جدا يا جماعة، خدوا بالكم. السلك اللي هو بتاع الشبابيك ده مش سلك فايبر، ده سلك اللي هو بين الحديد وبين الفايبر كقوة، يعني بيكون متماسك وفي نفس الوقت مش زي السلك اللي هو الحاد اللي بيعور. وده طبعا بيعور برضه، فتاخدوا بالكم لو استخدمتوه. ولكن ده يعني افضل من التاني اللي هو الحديد اللي هو بتاع السلك اللي هو الواسع. في منه اشكال والوان، وطبعا في منه اللي هي الفتحات دي بتكون مختلفة، وكل فتحة من دولت بيكون لها استخدامات معينة. يعني المهم بعد ما خلصت ابتديت ان انا اغلفه بالاسمنت. حطيت اول طبقة، ولازم تاخدوا بالكم وانتوا بتحطوا الاسمنت، الاسمنت ما تضغطوش جامد علشان ما يعديش من السلك، فبالتالي طبعا يبقى الشغل مش هيبقى مظبوط. فالمهم وانت بتحط طبقة الاسمنت تحطها بالراحة كده بحيث ان هي بس تمسك يا دوب، وبعد كده تسيبها تنشف. بعد كده تبدأ تشتغل عادي بقى، مفيش مشكلة، تعمل الطبقة التانية والطبقة التالتة على حسب الشكل وعلى حسب اللي انت عايزه. بعد ما خلصت ابتديت ان انا بالفرشة الجميلة دي ان انا امسح بشكل يعني ايه بالراحة برضو كده، وابتديت ان انا اسيبها تنشف وبديها طبقة تانية. الطبقة التانية أو الطبقة التالتة دي مهمة جدا، وهي دي اللي هنعمل عليها الشغل بتاعنا. بكل بساطة حضرتك بتبدأ تشتغل، ممكن تخربش برضو الطبقة اللي تحت دي علشان تشيل اللي فوق، ولكن بشكل عام بمجرد ان هي ما تنشف وتديها مية وتبدأ ان انت تحط عليها اسمنت هتمسك بشكل كويس. بعد ما بخلص ببدأ ان انا امسحها بالفرشة بسيط، وبعد كده ببدأ ان انا اعمل عليها الشغل اللي انا بعمله ده، تعريجات بسيطة وتفاصيل مهمة جدا علشان في الاخر الشكل يطلع زي ما انا عايزه ويطلع شكله جميل باذن الله. الاسمنت المستخدم كقوام وكمقادير، القوام بتاعه بيكون مش سايل، يعني بيكون متماسك شوية بحيث ان هو ما يسيلش معايا او ما يقعش. دايما تخليك في الوسط بالنسبة للاسمنت ده، بيكون كويس جدا. اما بالنسبة للمقادير فممكن واحد لواحد كويس جدا، واحد اسمنت لواحد رمل هيبقى قوي، وكمان هتلاقيه شديد. يعني هتلاقي الاسمنت بتاعه باين زي ما احنا شايفين كده، بيكون لونه اسود، لكن لو هو الرمل بتاعه كتير بتلاقي لونه باهت، او بتلاقي لونه داخل على اللون اللي هو الاصفر لون الرمل. بعد كده برضو بظبط التفاصيل بأي حاجة موجودة عندي، أي حاجة حادة. لو عندي مقص، سكينة، يعني أنا دلوقتي شغال بقطعة من عصاية صغيرة كده، بحيث إن أنا أجيب بقى التفاصيل قدر المستطاع. بعد ما بخلص الشكل كله وأسيبه ينشف، بعد كده ببدأ اديله اللون اللي هو الفاتح ده الأرضية. خدوا بالكم هنا ال الألوان أو التلوين أو الدهان هيكون بطريقة الدمج، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، وهي طريقة ممتازة ومميزة جدا وبتطلع الشكل طبيعي قدر المستطاع وبنسبة كبيرة جدا. اللهم صل على حضرة النبي. الشكل ابتدى يبان، ولكن طبعا بعد ما بنشتغل وبيخلص بيكون بان اكتر. بعد ما بخلص اول وش اللي هو الفاتح بديله مية كتير بالفرشة، وبعد كده ببدأ ان انا اديله اللون الغامق. مهم جدا المية، لان الدمج مية، كل ما هتزود مية وهتبدأ تعمل دمج بالالوان كل ما هيظهر معاك جمال الشغل والتفاصيل الحلوة دي. خدوا بالكم انا هنا برضو زودت اللون الاسود شوية بالنسبة للتفاصيل عشان خاطر يظهر معايا ويبقى تمام، وكمان التفاصيل تبان الداخلية. مهم جدا بعد ما بخلص وانا بعمل الدمج برش مية كتير، وبعد كده ببدأ امسح العالي قدر المستطاع بحيث ان هو يظهر لي اللون الفاتح. وبعد كده بيكون الشكل معايا زي ما هنشوف دلوقتي جميل جدا. بعيد طبعا عليها بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها. بسم الله ما شاء الله. ده طبعا جزع جميل جدا جدا، حاجة تحفة يعني.
وطبعا الرأي في الأول وفي الآخر لحضراتكم. ودايما يا ريت أي سؤال عندكم أو أي استفسار أو أي تعليق عايزين تحطوه إن شاء الله بإذن الله يا ريت تضيفوه تحت التعليق المثبت تحت الفيديو ده. دايما بتلاقوني حاطط تعليق مثبت تحت الفيديو، أتمنى إن انتوا تتفاعلوا معاه وتحطوا أي سؤال عندكم تضيفوه تحت التعليق المثبت. ولكم جزيل الشكر يا جماعة. وطبعا اي حد برضو من اخواتي عايزين يطبق اي فكرة موجودة عندي على القناة وعنده اي استفسار وحابب يتواصل معايا، رقم الواتس بيكون موجود دايما في صندوق الوصف، ممكن تدخل تشوفه. وهسيبه لكم برضو على الفيديو بإذن الله. طبعا الزرعة دي انا اشتريتها والله يا جماعة وما اعرفش شكلها ايه لان للأسف انا فاشل في الزرع. وانا بستأذنكم في نهاية الفيديو ده ان كلنا ندعي لاخواتنا ربنا يا رب ينصرهم ويفك كربهم يا رب ويفك الغمة دي عننا وعنهم، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وربنا ينصرهم يا رب. وفي نهاية الفيديو أنا بشكركم جدا جدا، وأي حد عنده سؤال أو أي تعليق يا ريت يسيب لي تعليق أو يكلمنا على الواتساب. وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.